هل فعلا المكان اللي انت بتعيش فيه ممكن يزود رزقك او يعطل لك امورك ويعرقلها ويقفل ابواب الرزق في وشك؟ زي ما بيقولوا كده ان في عتبة خير وعتبة مش خير. العتبة الخير اللي هي لما بتروحها رزقك بيزيد وامورك بتيسر كلها، والعتبة اللي مش خير اللي هي لما بتروحها بتحس ان في عرقلة في حياتك وان رزقك بيقف وبيقل تماما. ده سببه ايه؟ سببه طاقة المكان. كل انسان ليه طاقة، زي ما الانسان ليه طاقة المكان كمان ليه طاقة. طب المكان بيجيب طاقته دي منين؟ بيجيبها من الاشخاص اللي كانوا عايشين فيه. فلو المكان ده عايش فيه اشخاص ايجابيين وعايشين في سلام وفي تناغم وبيبثوا ترددات ايجابية عالية، المكان بيتشحن بالترددات دي، فبتبقى طاقة المكان نفسها ايجابية وعالية. لما انت بتروحه الطاقة دي بتأثر عليك، لان انت زي ما انت بتأثر على المحيط بتاعك المحيط برضو بيأثر عليك. فلما بتروح المكان ده طاقتك بتتأثر بيه فبترتفع اكتر، فبيجي لك رزق وخير وسهولة ويسر في حياتك. ولو المكان ده عايش فيه اشخاص سلبيين، اللي بيحصل معاك ان المكان ده بيتبث فيه طاقات سلبية، مشاجرات، مشاحنات، ترددات منخفضة بيتشحن بيها، فتبقى طاقة المكان نفسها زي اللي ملوثة. فانت لما بتروح المكان ده بيعمل لك انسداد طاقي، بيوقف طاقتك، بيعرقل لك امورك. عشان كده بتحس ان امورك كلها ملخبطة مثلا من ساعة ما انا جيت البيت ده، او من ساعة ما انا رحت الشغل ده. طيب، ايه هو اللي انا اقدر اعمله لو انا بعاني من المشكلة دي؟ تعمل حاجات بسيطة هتغير لك طاقة المكان. أول حاجة النية. النية هي البذرة لأي حاجة أنت بتعملها، لازم قبل ما تعمل أي حاجة تحط لها نية. نيتي هنا هتكون إيه؟ أنا هنوي تطهير المكان، نية الإفادة ليا إن أنا أموري تتيسر وتتسهل من خلال الطاقة اللي هتتبث في المكان ده. وكمان أمور غيري، لما تتمنى الخير لغيرك نيتك تشتغل بسرعة أعلى بكتير من لما تكون نيتك محدودة ليك بس. تاني حاجة ان انت تعلي طاقة المكان ده. اعلي طاقة المكان ده ازاي؟ ان انا ابث فيه ترددات عالية، ذبذبات عالية. ايه اعلى ترددات اقدر استخدمها ترفع لي طاقة المكان ده؟ هي ترددات القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه ترددات عالية جدا، لما انت تشغله في المكان او حتى تقراه في المكان باستمرار ده هيفتت الطاقة السلبية اللي موجودة وهتحل مكانها الترددات العالية دي. تالت حاجة ان انت تحط زرع. حط زرع في المكان، كائن حي في المكان هيبثلك تردد ايجابي، فهتشحن المكان بتردد او بطاقة عالية. واخر حاجة تعملها ان انت دايما تفتح نوافذ المكان ده. ليه؟ لان انت لما بتفتح النوافذ بتعمل حركة في الطاقة، فالطاقة التقيلة الراكدة دي بتخرج وبيحل مكانها طاقة نقية نظيفة. لو انت بتعاني من الموضوع ده اعمل الخطوات دي وشوف الموضوع ده ازاي هيتغير معاك.